في إطار سعي المغرب إلى تأهيل تكويناته وإضفاء الاعتراف الدولي خاصة الأوروبي على الشهادات والدبلومات المسلمة على المستوى الوطني، يأتي تنظيم هذا اللقاء الدولي الذي يقف عند الإطار الوطني للإشهاد من أجل التعلم مدى الحياة. الإطار الوطني للإشهاد هو واحد الآلة اللي من خلالها غادي يتم تدقيق كل انواع ديال التكوينات والتخصصات اللي كتكون كيعطيها النظام التربوي ديالنا في عموميته، يتعرف المحتوى ديالها، وباش يمكن اولا اي واحد بغى يتعامل معاه يكون تعرف شنو هو المحتوى ديالو، واللي غادي يكون وسيله اللي كتجعل كل الانظمه ديال التكوين تتفاعل مع بعضها. هي الشهادات المغربيه عنصر اساسي في الاعتراف بها دوليا، اذا هذا كذلك امل كبير بالنسبه لشبابنا، وعلينا اذا ان نوسع منطقتنا الاستيعابيه على مستوى التكوين وان نستجيب لكل حاجيات المقاوله، لان التكوين في كثير من الحالات لا يستجيب لمتطلبات المقاولات. أزيد من 120 شخصا شاركوا في أشغال هذا اللقاء، يمثلون مختلف الفاعلين على المستوى الوطني في مجال التربية والتكوين، فضلا عن مسؤولين أوروبيين متخصصين في نفس المجال. هذه الندوة هي بمثابة لحظة تاريخية، لأنها شهادة حقيقية على التعاون الجيد بيننا الذي سيعود بالنفع على المواطنين. الحكومة المغربية قررت إذن بعث هذه الرسالة تفعيلا لطلب جلالة الملك الذي أشار إلى هذا الموضوع في مناسبات عدة، والآن حان وقت العمل. على مدى يوم كامل استمرت أشغال هذه الندوة التي ركزت في محاورها المختلفة على التعريف بالإطار الوطني للإشهاد وقيمته المضافة وشروط تطويره لتعزيز التعاون المهني بين المغرب وأوروبا.